السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمل متابعين؟ النهارده هاتكلم على رمز قوي جدا ومهم، هي رؤية دم الحيض أو الدورة الشهرية. رؤية دم الحيض أو الدورة الشهرية هنتكلم بيها، عرفنا ربنا بعتها لنا رسالة مهمة جدا، بتكون فيها بشارة أو إنذار أو رؤية مستقبلية لازم ننتبه لها. هنتكلم عن رؤية دم الحيض بالنسبة للبنت العزباء أو المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة. فخليني أقولك النهارده ببساطة معنى الحلم ده إيه وإزاي تفهمي حسب حالتك وتحللي الشخصية. هنتكلم بالبنت العزباء. البنت العزباء لو جالها الدورة الشهرية بتبقى بشرى لها بارتباط أو زواج لها، أو ممكن تكون بداية نضج لها في تفكير معين كان محيرة، أو هتكون مضغوطة نفسيا. بس لو الدم كان غزير جدا وشكله كان يخوف، ممكن يكون عندها قلق، ممكن يكون سببه قلق أو توتر عندها، أو إحساس بالذنب. فلازم تاخد بالها من النقطة دي، لأن النقطة دي بتدل على جزء نفسي بيخليها تتخلص، إزاي تتخلص من التوتر والقلق اللي عندها. بالنسبة للبنت المتزوجة، المتزوجة لما تشوف نفسها جات لها الدورة الشهرية، البنت المتزوجة لما يكون عندها الدورة الشهرية وهي منتظرة حمل بتبقى بشرى لها بحمل. لو شافت نفسها، طبعا احيانا بيبقى فيها رموز كتيره جدا تخص الطاقات السلبيه او الطاقات الايجابيه او تاخر الحمل. احيانا بني ادم يروح للدكتور، يروح يكشف عند الدكتور وما يعرفش ايه السبب. من خلال سياق الرؤيه بنعرف اذا كان عندها اذى روحاني هو اللي عامل عندها تعطيل في الحمل ده ولا لا. طبعا هنعرفه ازاي؟ هنعرفه من خلال المفسر، واي حد عنده رؤيه ومحتاج في تفسيرها يكتبها لي اسفل الكومنت وانا هفسرها له. هنتكلم في الطبيعي. لو البنت متزوجة وشافت نفسها جات لها الدورة الشهرية، ده معناه انها بداية حمل لها. طب هي لو مش منتظرة حمل، ده بيدل على انتهاء علاقة صعبة في حياتها، ربما مشكلة مع زوجها، بتدل على راحة، بتدل على شدة الارتباط ما بينهم وما بين بعض. ممكن تكون في فرحة قريبة جاية لها الفترة الجاية. آه، بالنسبة، طب هنشوف الدم الحيض. لو شفناه دم الحيض، ما شفنا دم الحيض بالنسبة للست اللي جالها سن اليأس والدورة عندها اتأخرت وما عادش بتجيلها الدورة خلاص، المنام بينزل لها. الكلام ده بيحمل الاتنين، الست البنت اللي هي خلاص مش هتخلف تاني، او الست اللي خلصت اللي جالها سن اليأس. ده بيدل على تخلي بالها وتحذر، لان المنام فيه رسالة مهمة جدا بتدل على اما خلاف قوي جدا ما بينها وبين الزوج وهيحصل انفصال لا قدر الله، او انهاء علاقة بينها وبين جوزها، الله اعلم، ممكن تعب، ممكن مرض، ممكن سفر كمان. طبعا الرؤية بنحددها على حسب سياق الرأي، ممكن يكون انفصال، ممكن يكون طلاق، ممكن يكون سفر. كل ده بنعرفه منين؟ المفسر بيعرف من خلال سياق الرأي. فالمنام في الحالة دي بنقول لها طلعي صدقة بنية دفع ضرر. يعني لو كانت مثلا، طب فرضي لو هي حامل وشافت دم الحيض عندها، ده ما تقلقش منه خالص، ده بيدل على ان عندها حالة من التوتر، النفسي وخوف طبيعي. واوقات كتير بيكون الحلم ده انعكاس لمشاعر مكبوتة جواها، او حاسة انها بعيدة عن جوزها، حاسة بان غير الامان. فالرموز دي بنعرفها ازاي؟ بنعرفها من خلال سياق الرؤية. الخلاصة الكلام، دم الحيض مش دايما حاجة بتقلق، بالعكس ممكن تكون أوقات بيكون فيها بداية، فيها فرحة، فيها فكاكات ببداية حياة جديدة، ربما زواج، ربما تفكيك ضغط نفسي، ربما حمل، ربما انتباه من البعد عن الزوج. لو حلمتي بحلم زي ده وكنتي حاسه بتوتر، اكتبوا لي في الكومنت وانا افسرهولك. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه، ومنتظراكم في الحلقه الجايه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.